السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الأسبوع بدأ أن المخطط الطائفي الذي أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قبل شهرين لتفجير المنطقة قد بدأ التنفيذ بالفعل، حيث بدأ جيش المالكي حربه على العشائر السنية في العراق ليبدأ فصل طائفي جديد لمحاولة تخفيف الحمل عن حليفه الطائفي بشار الأسد في سوريا. في الوقت نفسه أعلن تنظيم حزب الله اللبناني حربه على الشعب السوري وثورته بتدخله العلني والسافر في حمص وخاصة في القصير واحتلاله عدة قرى سورية. ميدانيا هناك التطور المهم بدخول الثوار إلى مطار منغ حيث تدور المعارك داخله حاليا، كذلك هناك معارك طاحنة في ريف دمشق وفي حماه. أيضا على الصعيد الدولي هناك اللقاء الأمريكي الروسي في بروكسل الذي يحاول استعادة اتفاقية جنيف لنقل السلطة في سوريا سلميا. أيضا هناك اعتراف الأمريكيين للمرة الأولى بأن نظام بشار قد استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه مرتين على الأقل. هذه وغيرها من تطورات الثورة السورية هي مدار حوارنا الليلة مع المحلل السياسي وعضو مجلس الشورى المصري الأستاذ طلعت رميح. أستاذ طلعت أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ جمال. أهلا بك أستاذ طلعت. فعلها المالكي. نعم. فعلها المالكي. نعم. وفجر الحرب الطائف. بدأت الحرب هناك. نعم. 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 يعني المالكي فعل ما هدد به. والمالكي يريدها حربا طائفية. وهو منذ البداية يضع الشعب العراقي أمام هذه الحالة، إما أن تقبلوا باستمراري في الحكم واستمرار كل الإجراءات القمعية والتعسفية وأعمال الإعدام والقتل والتعذيب، وإما أن أذهب بالعراق إلى الحرب الطائفية وربما إلى التفكيك والتقسيم أيضا. نعم، فعلها المالكي وهو أرادها أن تكون طائفية، لكن بإذن الله. هو قبل شهرين نعم كان بيتكلم عن أنه ما يحدث في سوريا سيفجر الحرب الطائفية. صحيح. في العراق وفي لبنان. نعم. وفي الأردن ورسم. نعم. يبدو أنه صحيح. يشارك الآن يبدأ السيناريو. نعم، وزي ما تفضلت في المقدمة أنه هو يتدخل الآن لإنقاذ حليفه، لتوسيع دائرة الصراع، مع التأكيد والتشديد على أن إيران الاستراتيجية الإيرانية وبدائلها إما السيطرة على العراق وسوريا ولبنان، وإما أن لا يسيطر عليها أحد آخر. بمعنى إما أن تكون العراق تحت السيطرة والسطوة والاحتلال الإيراني، وإما أن تكون سوريا تحت هذا الاحتلال، وإما أن تكون لبنان على الأقل تحت الهيمنة من قبل حزب الله، وإما ستكون هناك حرب شاملة في المنطقة. ولما بدأ أن الجميع يفلت وأن الإرهاصات بتقدم الثوار أكثر وأكثر وسقوط نظام بشار، ولما فشلوا في حرف الثورة السلمية العراقية الراقية عن الاحتشاد في ساحات العزة والكرامة، فعلها المالكي الآن. لكن دعني أقول أنه هذا الذي فعله المالكي جاء بعد فشلوا في أشياء أخرى. منذ بداية الربيع العراقي حاول المالكي، تتذكر في فبراير في بداية هذه الموجة الأولى من الثورة العراقية، كان هناك بداية الاحتشاد في الساحات، وكان الشباب بيلعب دور مهم وأساسي، وكانت بغداد نقطة انطلاقة. واصل المالكي الضغط وأعمال الاعتقال والتعذيب والى آخره على هذا الرعيل الأول أو هذه البوادر الأولى للثورة. مع الثورة العراقية الراهنة التي يسميها كثير من أهل العراق الثورة العراقية العظمى الآن، مع ثورة الربيع، مع بداية الاحتشاد في ساحات المدن الرئيسية، حاول المالكي استيعاب الحركة السلمية. كان يرسل الوفود ويتحدث عن وفود تذهب وتأتي. حاول استيعاب حركة الثورة هذه في داخل إطار العملية السياسية التي يقودها المالكي. كان بيبعت مندوبين، بيعلن عن تشكيل لجان وزارية ويروح عشان يقابل المتظاهرين، وكان نصب أعينه فكرة تفكيك المظاهرات من داخله. فشلت هذه المرحلة،
قام بأعمال تخويف وترويع، كان أبرزها ما حدث في الفلوجة وما حدث في بعض ساحات الرمادي. كان بيدخل جنود من الحرس الحكومي ويطلقوا النار على المتظاهرين في محاولة منه لفض هذه المظاهرات. لكنه لم يفلح أيضا. الآن وصل إلى الخيار أو وصل إلى قرار التبكير بالمعركة، وأنه يعني كان هذا إعلانا بفشله في خلق، يعني كان يريد حقيقة أن الثوار هم اللي يبدأوا هذه المعركة. كان يريد استفزازهم واستنفارهم زي كما تعلم، بحيث ان هم يبدأوا باستخدام السلاح. نعم، وكما تعلم فكثير من القيادات كانت تغتال خارج الساحات. صحيح. وكثيرا من أعمال العدوان كانت تجري على المتظاهرين والمعتصمين في الساحات. فشلت كل هذه المحاولات فبدأ يصمها بالطائفية والى آخره. فشل هذا الأمر حيث جرت دعوات واسعة جدا إلى مختلف أشكال من أشكال التضامن من الشعب العراقي، وتطورت الشعارات من حالة تتعلق ببعض المطالب الخاصة بوقف التعذيب والى آخره وإنهاء المادة 4 سنة اللي هي يعني بيعتمد عليها المالكي في أعمال الاكتساس وأعمال القتل والتعذيب. فعل كل ما يمكنه أن يفعله من أعمال تخويف، من أعمال ترهيب، من محاولات عدوان، من أعمال اغتيال، من محاولات استيعاب، وأيقن أن لا إمكانية له سواء أن يحرف هذه المظاهرات لتخرج عن مطالبها بضرورة تغيير العملية السياسية وإقصاء المالكي باعتباره ديكتاتور. فشل عن حرفها، فشل عن حرفها في اتجاه أن تصبح حركة طائفية. واصل المتظاهرون هنا، لم يجد المالكي أمامه سوى أن يبادر بصناعة هذه المعركة الدموية البشعة بإطلاق الرصاص على الساحات بهذه الطريقة الإجرامية التي سقط فيها 110 شهيد في عدة ساعات. وكان الأخطر أنه حتى الذين جرى الإمساك بهم بعد إطلاق الرصاص وهم جرحى تم قتلهم. وبالتالي فهم من هذا أن المالكي يقوم بعملية ترويع وبارتكاب جريمة ومذبحة جماعية لإحداث حالة من الرعب الشديد، حالة من التبكير بالمعركة، حالة من الحرب الطائفية. وبالتالي يعني هبت العشائر وهبت يعني كتائب المقاومة مرة أخرى. طب أنت والآن تذهب المعركة باتجاه الخصم الحقيقي يريدها طائفية، والشعب العراقي يقول هذه حرب التحرير الثانية للعراق، وإذا كان الأمريكان قد خرجوا فالآن الدور أن يخرج الإيراني من العراق ومن جاء مع الإيراني لاحتلال العراق والاستيلاء على الحكم في العراق. طب أنت أستاذ طلعت، أنت لمحت إلى أنه يعني المالكي يريدها طائفية، معركة طائفية. نعم. ولكن يعني الشعب العراقي الآن يريدها حرب تحرير جديدة. نعم. من المستعمر الجديد العلني أو المستتر. نعم. اللي هو الاحتلال الإيراني. علني خلاص. الاحتلال الإيراني وذيوله أو امتداداته في العراق. نعم. أستاذ طلعت، قبل أن ندخل مباشرة إلى الحالة السورية في صميمها، نعم. وطبعا بدون أي شك أن هذه مرتبطة ارتباط وثيق بتطورات المشهد السوري. نعم. فلو نقف عند نقطتين بشكل سريع. فضل. يعني ما الذي يهدفه المالكي من هذا التحرك بالنسبة للحالة السورية؟ هل يقصد أنه هو إرسال إشارة للخارج بأن استمرار تقدم الثوار أو المقاومة في سوريا سيفجر المنطقة، وبالتالي دعوة إلى وقف تقدم الثوار أو الضغط عليهم؟ دي حاجة. الأمر الآخر أنه يعني في تصورك الآن بدأت أنا يعني الأخبار قبل ما ندخل الاستديو، الأخبار كانت تتحدث عن معارك واستيلاء على مدن واستيلاء على مخافر شرطة ونقاط جيش خلاص يعني بدأت. ففي تصورك يعني آفاق هذه المواجهات في تصورك إلى أي مدى يمكن أن تذهب إليه؟ شوف، السؤالين مرتبطين ببعض حقيقة، لأنه هو قرأ بتقارير دقيقة هو والإيراني أنه الأمور في سوريا
انتهت إلى طريق اللا رجعة، وأنه بشار الأسد اليوم غدا، ولاحظ حتى التصريحات الروسية الآن لم تعد تتحدث عن استمرار بشار. هناك الروس الآن نعم، هناك كلام أصبح واضحا للغاية أكثر من أي وقت مضى. نعم. المالكي قرأ أن الأسد في طريقه إلى النهاية، ورأى أن انتقال القوة الثائرة في سوريا إلى العراق سيحدث طوفان من أعمال الثورة في العراق. وربما رأى أنا أقول تصورته، ربما رأى أن المحتشدين في الساحات اليوم إذا ما سقط أمامهم بشار الأسد سيحدث هذا دفعة معنوية هائلة باتجاه إطاحة المالكي. نعم. فقرر المبادرة بالمعركة. نعم. 2، أنه المالكي والإيراني يعلم أنه يعني هذه المساحة هي مساحة واحدة، وربما قرروا أن يكون هناك ضغط على العالم العربي بشكل عام، على كثير من الدول، لإظهار أن التهديد الذي قاله المالكي من قبل حينما قال كما تفضلت أنه ستندلع حرب طائفية في لبنان في سوريا وأهلية وطائفية في كل من لبنان والعراق، وسيتعرض الأردن إلى ضغط شديد، ربما هو بادر حتى يظهر التصريح العملي على أنه واقع فعلي. لكن أنا في تقديري أنه المالكي مثله مثل كل الدكتاتوريين الأغبياء الدمويين المجرمين، هو يفكر بنفس طريقة بشار الأسد، أنه وجوده في السلطة ووجود قوة عسكرية لديه يضمن له النجاح في المعارك. مثل هؤلاء الدكتاتوريين عندهم هوس بفكرة القوة والقتل، ما عندهمش رؤية لفكرة الشعب، لا يؤمنون ولا يتحركون تجاه شعوبهم، في رأسه دبابة ومدفع، وتصور بأنه من يملك الدبابة والمدفع والطائرة هو قادر على أن يسحق شعبه، وأن الشعوب لا تستطيع مقاومة. كل الدكتاتوريين في العالم كانوا بهذه الطريقة. صحيح. وما فيش ولا دكتاتور منهم نجح في حسم المعركة، لكن سبحان الله سبحان الله لا يتعظ أحدهم، يفعل نفس الشيء. فالمالكي قرر الدخول في المعركة، وقرر الدخول في المعركة بالاستعانة، وكان يحضر له بالاستعانة بنفس حليف بشار الأسد اللي هو الإيرانيين. لا، وقام بأعمال رشوة لروسيا فيما سمي بصفقة 4.6 مليار دولار، صفقة السلاح اللي ثبت انها كانت كلها رشاوي وفساد والى اخره. نفس الخطة، نفس التكتيك، نفس الحلفاء. لكن المالكي خطأه في الحقيقة يعني خطأ مركب للغاية، لأنه هو بتفكير بسيط يجب أن يعلم أن هذا الشعب العراقي هو أصلا ممتشق السلاح، يعني الثوار في الساحات مسالمون إلى أقصى درجة، لكنه يعلم أن هذا الشعب بمقاومته بقوته وبمعنوياته قاتل من قبل خصما ومحتلا ولم يلقي السلاح حقيقة، وأنه كل التقديرات منذ الأمس والكلام الحديث في وكالات الأنباء أن قوة وجماعات المقاومة التي كانت قد توقفت وجمدت نشاطها الآن تتحدث التقارير عن أنه كل قوى المقاومة ترى أن المالكي، وهذه حقيقة، هذه الحقيقة المرة. نعم. من هو المالكي يا أستاذ جمال؟ المالكي هو من أول الشخصيات التي مارست أعمال الإرهاب والاغتيال وأعمال التفجير وقتل المدنيين في العراق. ده المسؤول عن تفجيرات عديدة في العراق، وبالتالي هذا شخص دموي بطبعه، دموي بتركيبته، ودموي بأفعاله، وهو ممن شاركوا في اغتيال القيادات الفلسطينية، حتى القيادات الفلسطينية، وله يعني سجل حافل بالإجرام.
لكنه لا يعني بعمى الذي يصيب الدكتاتور لا يدرك الحالة في العراق فعليا. ده بلد قاوم وجود 240 ألف جندي أمريكي، ومثلهم 130 ألف شخص من شركات خاصة، فضلا عن ميليشيات كان المالكي أحد أبرز ميليشيات المالكي والحكيم وغيرها. وبالتالي هذا الشعب العراقي الذي احتمل هذا الضغط العسكري الهائل، يستطيع هذا المالكي أن يكون مهما كان أن يقف في وجه الشعب العراقي؟ أنا أتصور أن المعركة في العراق فتحت، لكنها تتحرك سريعا باتجاه واضح ومحدد، وهو إجلاء المستعمر الإيراني. وأنا أقول المستعمر لأني أعلم حقائق الأوضاع على الأرض في العراق منذ فترة طويلة، والعراق هو الكاشف الأكبر للصلات بين إيران والكيان الصهيوني. أستاذ كمال، العراق دروس خطيرة في العلاقات بين إيران والكيان الصهيوني. لم تضبط خلية تجسس واحدة إسرائيلية، لم يجري اعتداء واحد ولا جمع لشخص واحد، رغم وجود أجهزة استخبارات صهيونية معلومة ومنشورة في أماكن، بل كانت هناك حمايات من المالكي والمكون الإيراني في العراق، حمايات لمثل هذه المؤسسات الأمنية الصهيونية. وبالتالي أنا أتصور أن المعركة ستوضح الدور الإيراني في الإقليم كله، ستفضحه أكثر في سوريا، ستفضحه أكثر في الإقليم، والشعب العراقي يعرف طريقه. لأنه حتى أستاذ جمال كانوا بينشروا الفارسية والصور واللغة في جنوب العراق. صحيح. بالتالي الناس يعني مش محتاجة وقت طويل. حتى بعض الشيعة العراقيين في جنوب الشيعة العرب يعني أظهروا غضبا من نشر الفارسية وشكلوا مجموعات. صحيح. نعم. طيب أستاذ طلعت، يعني احنا الحقيقة كنا ننتقل إلى الملف الميداني في سوريا الآن. فخلينا ننتقل إليه من البوابة أيضا الطائفية التي تكمل هذا السلوك المالكي، وهو بوابة المعركة التي تدور في القصير الآن في حمص، وهي المعركة التي فتحها حزب الله وشبيحة حسن نصر الله. الآن رئيس الائتلاف الوطني السوري الآن سيد جورج صبرا أعلن اليوم، قال أنه مسؤولين لبنانيين كبار قالوا له أن قرار فتح جبهة القصير هو قرار إيراني. يعني التوجيه بالنسبة لحزب الله أنه يفتح جبهة القصير ويدخل، ده قرار إيراني، والقرار في العراق قرار إيراني. فالحقيقة الرابط واحد. فلو انتقلنا إلى هذه الجبهة، لأن جبهة القصير هي الملتهبة الآن، ويعني كما ترى أنه في مفاجأة، قصف عنيف جدا من قوات بشار، ثم دخول كتائب من تنظيم حزب الله واستيلاؤه المفاجئ على عدد من القرى وتهديد زحفه إلى القصير، والآن تصدت له بعض اللي بتاع أوقفوا تقريبا الزحف الآن. لكن الحالة المفاجئة الآن تستدعي الاستغراب، أنه في نفس الأسبوع يتحرك المالكي هنا يضرب، ويتحرك نصر الله هنا من الغرب. كيف تقيم هذا التحرك الجديد من حزب الله؟ نحن أمام أولا قرار يستند إلى تقدير استراتيجي أنه الانتظار حتى بدء معركة دمشق يعني انتحار ونهاية النظام، وبالتالي القرار هو فتح معارك في مناطق أخرى لتخفيف الضغط على دمشق والاندفاع باتجاه دمشق. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أنه الإيراني اتخذ قرارا حاسما، لن يكون هناك في سوريا نظام مستقر، ولن يسمح بالاستقرار في سوريا إذا وصلت القوة الثورية إلى الإطاحة بنظام بشار وإنهائه. لن يكتب لهذا الأمر الاستقرار. هكذا يخططون. نعم، هكذا يخططون. 3، هذا التقدير لفتح المعركة من حزب الله، لأنه الأمور في حمص وحماه وحلب تتطور في هذا القطاع بدرجة
متسارعة للغاية. خليني أقول لك أخي الكريم، مناطق في حمص وحماه محاصرة لها الآن 350 يوم، ويخرج الثوار ويبدأوا في تحرير مناطق في الريف ويتقدموا بشكل يذهل كل من يتابع هذه المعارك رغم الحصار ده 350 يوم. لا مش حصار، أسبوع، ويحرروا حتى الآن 16 منطقة في هذا الإقليم. 2، مع دخول عناصر حزب الله يتمكن الثوار من صدهم وإيقافهم وإلى آخره. وبالتالي ما يجري في القطاع من حلب إلى معارك حمص إلى القصير، وفي ذات الوقت يتمكن الثوار من قصف القرداحة مقر ومسقط رأس بشار الأسد. هذا أمر أصابهم بالجنون، جعلهم يدركون أنه يعني كل تعرف حينما تصدمك الحقائق طوال الوقت، فتصل في لحظة تصل إلى حالة صدمة شاملة، فتتصرف بلا أي عقل وبلا تفكير وبلا قدرة. الآن هذا ما يحدث، لأنه إنه حزب الله يضطر بهذا السفور إلى أنه يتدخل بهذه الطريقة، ثم يكتشف الثوار أن جنرال إيراني هو الذي يقود المعارك الآن، ويعلنوا هذا ويعلنوا اسمه، الذي يقود المعارك الآن في ريف حلب، ويسجلوا عن طريق اللاسلكي أصوات في ريف دمشق، حتى في ده بدأ الآن الحديث عن أنه قوات عناصر حزب الله موجودة حتى في المعارك في داريا وحتى في ريف دمشق. مرصدين الآن حوالي 15 منطقة، وهناك قوات موجودة من ميليشيات عراقية وإيرانية وحزب الله. توسع الأمر توسع خطير للغاية، وهذا ما دعا بعض الناس في لبنان للدعوة للجهاد في سوريا، أنه يعني الناس فرد الجيش السوري الحر: لا نريد أحد من لبنان، فقط نريد السلاح، ولا تقلقوا على الثورة السورية. وبالتالي احنا أمام الحقيقة تطور خطير للغاية. ما جرى في العراق، وقلنا ما المالكي هو الذي فعلها، هو الذي أتى بها، هو الذي قرر دخول وفتح هذه المعركة من جانب. في الجانب الثاني حزب الله لم يعد يوارب في مواقفه، الآن أصبح علنيا، وأصبح الثوار يتحدثون عن قتلى في المعارك، عن أماكن وجودهم في بدءا من منطقة السيدة زينب وأربع خمس مناطق، ورصد الحوارات باللغة الفارسية على أجهزة الاتصال. صحيح. يعني رصدوا الاتصالات باللغة الفارسية، يعني صحيح. قيادات الإيرانيين يعني قوات إيرانية موجودة. صحيح. نعم. صحيح. ثم يبدأ الحديث عن أنه عناصر من حزب الله موجودة في مناطق متعددة، ده من ريف دمشق وانت ماشي لحد حمص وإلى آخره. نعم. وبالتالي هذا يعطيك إشارة إلى أنه هناك شعور وتقدير، وهذا هو الأهم. طيب الأهم هو يا أستاذ. طيب أنا قبل ما أعرف منك الأهم يا أستاذ طلعت، أنا أستأذنك أن احنا معنا اتصال من الأخ أبو بكر في العراق. أهلا أبو بكر تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أولا أحب أوجه تحية لضيفك الكريم. الله يحفظك يا أخي. ولقناتكم البطلة الشجاعة. الله يحفظك. نقل الحقائق على أرض العراق. أخي العزيز، أنا كنت في ساحة الأحرار، في ساحة الحويجة. في الحويجة؟ نعم. في يوم الجمعة. نعم. ولاحظت هذه الأمور كلها بأم عيني، معي أطفال 2، وانسحبت قبل الحصار بحوالي نصف ساعة. نعم. نعم. ولم يكن في داخلهم أي قاعدة أو أي قدامي، مجرد هم ناس طيبين بسطاء يطلبون توفير أبسط حقوقهم. كان لهم قد إيه يا أخي موجودين؟ نعم. كان لهم كم من الوقت يعني موجودين؟ الوقت؟ يعني كم مكثوا في هذا المكان؟ مكثوا 4 أيام، 4 أيام لا أكل ولا شرب. نعم. ولا طعام، وكانوا محاصرين وكانوا ثابتين على العهد، ولم لم يكن بيناتهم حتى أي يعني خطاب طائفي أو سب الحكومة
مجرد يعني مطالب. الحكومة هي التي أصرت وحاولت يعني هي التي أرادت أن تفرض القوة يعني أصرت، كانت النية مدبرة لهذه العملية. نعم. مدبرة أصلا يعني. نعم. وكان من المفروض يعني كان من الممكن الحل أن يكون أبسط بهذه الطريقة. نعم. والله يا أخي والله العظيم كان بيناتهم أكثر من يعني من 100 طفل، وكان وقاموا بدهسهم في السيارات، وكان منظر يعني مروع. نعم. يعني هذا العدو الفارسي، وكانوا ليسوا وأكد لك أنهم ليسوا بعرب أصلا. نعم. وأكدوا لي أكثر من شخص أنهم تحدثوا اللغة الفارسية. نعم. 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 المعارك الآن في سلمان بيك. نعم. الأخ أبو بكر، أنت ما زلت معنا؟ نعم معنا. الأستاذ طلعت يسألك عن المعارك في سلمان بيك دلوقتي بعد الاستيلاء على أقسام الشرطة والقصف بطائرات الهليكوبتر. الأوضاع إيه دلوقتي؟ نعم، الوضع مستمر جدا، ولحد الآن هي القوات باقية لحد الآن باقية في منطقة الحويجة. نعم. ومحاصر من قبل العشائر من جميع الأطراف. نعم. يعني محاصرة وتدرس بطريقة الخروج بتبديل أزيائهم أو تبديل عجلاتهم. نعم. ويدرسون كيف يخرجون. والسيطرات اللي هي عائدة للجيش تسلم أنفسها. عندنا جسر المحمودية على طريق المنز لكركوك، من الحويجة وكركوك. رائد حيدر سلم له وتم إطلاق سراحه من قبل العشائر. نعم. 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 شكرا جزيلا لك أخ أبو بكر، ويعني إن شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بالمرصاد يعني لكل من يريد شرا بالعراق، وكل من يتآمر على العراق، وكل مغتصب، وكل معتدي، وكل مستعمر ظاهر أو مستتر للعراق، وإن شاء الله ربنا ينصركم. نحن أظن معنا الأخ محمد من السعودية. أخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك وعلى ضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك. سؤالي الله يبارك فيكم، هل نستطيع أن نقول أنها بداية النهاية أو البداية في الخروج من السيطرة والهيمنة الغربية والأمريكية على الدول الإسلامية والعربية بشكل خاص؟ هذا سؤالي لكم. ثم أنا أقدر أن البرنامج عبارة عن تحليل سياسي، لكن يا أستاذي أريد أن أضيف لأمتي شيء، وهي أن يا ليت أن تنادون عن طريقك وعن طريق الأستاذ طلعت. أنتم معروفين بتوجهكم الإسلامي الصحيح السني الصافي، بأن الخروج من هذا المأزق والمناداة في وضع الأمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به أو ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فيا ليت يكون فيه نداء عن طريقكم لتوجيه الأمة بأن العودة ليست في الشعارات، ليست في التجمعات، ليست في الأحزاب، إنما هو من خلال العودة إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أدل على هذا من تكالب أعداء الدين الشرقيين والغربيين والمنافقين الذين يعيشون بيننا على أمتنا. ويكفينا أن نرى صور الشقد الأسود في ذبح الأطفال ذبحا كذبح الشياه. نعم. شكرا لك أخي محمد. يعني هو ربما لا يتسع وقت البرنامج فعلا لهذا الكلام، لكن أنا معك في هذا الأمر، أنه يعني لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، هذه الملخص الحكمة التي ورثناها. وأعتقد أن كلنا يعني يؤمن بهذا المعنى وبهذه الحكمة، ونسأل الله أن يهدينا جميعا ويهدي أمتنا شعوبا وقادة وحكومات إلى الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن معنا اتصال آخر من السعودية. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. خير أستاذ جمال. أهلا وسهلا، تفضل. أستاذ طلعت، مساء الخير. أهلا سلام ورحمة الله. أهلا بحضرتك. طبعا قرأته في بعض الصحف وسمعته في بعض القنوات الفضائية. أستاذ جمال، أستاذ طلعت،
وذلك بعد تدخل ودخول مجموعات من حزب الله إلى داخل الأراضي السورية، أن علماء لبنانيين أجازوا الجهاد في سوريا. فما هي توقعاتك أستاذ طلعت بعد إعلان هؤلاء العلماء الجهاد داخل سوريا؟ نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. أستاذ طلعت، يعني أنا لا أدري من أين نبدأ من الحويجة، من الذي كلم يعني حدثنا الأخ الكريم أبو بكر من قلب المأساة، أم نبدأ من يعني مما كنا نتحدث فيه المأساة الأخرى؟ نعم. يعني فيما يتعلق بالحويجة، هو أخونا أبو بكر أكد اللي احنا كنا بنقوله، أن المالكي هو الذي أصر على حاصرهم وفرض عليهم الجوع والعطش، حصار لمدة 3 أيام، 3 أو 4 أيام، 3 أو 4 نعم. أيام حصار كامل. نعم. ثم ضربهم بالنار. دخلت قوات تفض بالقتل، مش بتفض مظاهرات يا أستاذ جمال، تفض بالسلاح، هجوم بالرشاشات على اللي موجودين في الساحات. ولك أن تتصور، يعني هو يحكي أن كانت الجثث تنقل في السيارات بمنظر بشع، يعني شوف تخيل وأنت تنقل يعني. نعم. والآن هناك قصف بطائرات الهليكوبتر، مش يعني وصلت الأمور، هو يدير معركة، هو دخل معركة بظن أو بتقدير أنه، خلينا نقول هما بيعمل إيه بالظبط، أنه سيمثل بجثة هذا المشهد العراقي الاعتصامي في هذا الجانب من العراق. نعم. لكي يرسل رسالة تخويف ورعب وهلع للساحات الأخرى. نعم. لكنه وجه بأن هؤلاء المسالمين، وبعد أن تمكن من كل أعمال القتل، أهلهم والعشائر والآخره خرجت بالسلاح وسيطرت على كثير من أقسام الشرطة، وبدأت تحرر مدن في العراق. الآن هناك عملية تحرير لمدن من هذه السطوة. أستاذ جمال، ليس هناك جيش عراقي، هذا حرس حكومي إيراني يسيطر عليه الإيرانيين تدريبا وتسليحا. أبو بكر يقول لك كنا نسمعهم يتحدثون بالفارسية. يعني للأسف. أنا أستأذنك نأخذ مداخلة من تونس، الأخ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك، والله شكرا لكم على هذه البرامج القيمة أخي. الله يخليك أخ حسين. والله يعني موضوع جد حساس في هذا الوقت الراهن، يعني لأنه صدقني كامل الوطن العربي والمسلمين، يعني الأغلبية حسب رأيي كانت منخدعة تماما في الشيعة، يعني في هذا التيار الشيعي، يعني كانت بالأمس القريب منخدعة تماما، لأنه كانت تحمل عليها يعني نظرة مخالفة لما هو حاضر. يعني صدقني يعني كل المسلمين وخاصة منهم السنة يعني صدموا بهذا التيار الشيعي، يعني وما يخطط له في الغزو الحقيقي لكامل يعني البلاد الإسلامية، وابتداء من سوريا والعراق، يعني لأنه هذا يعني تيار صدقني لابد من يعني تنوير المشاهد العربي في مثل هذا البرامج القيمة في قناتكم يعني المفضلة، يعني لابد من التنوير والتحسيس لكل مواطن مسلم وسني يعني يتبع القرآن والسنة. هذا مخطط، يعني صدقوني انه مخطط، يعني أصدق القول أن اليهود الذي يفعله اليهود يعني يكون أفضل، لأن اليهود يعني نحن نعرف ملتهم ونعرف ما هو توجههم للأصلي. صحيح. نحاربهم بما أوتينا. لكن هذا يعني إسلام في إسلام، يعني ضلالة الإسلام، يعني يؤمنون بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يحدثون فتنة كبرى وكبرى تقسم المسلمين في طرفين. يعني أعظم من اعتداء اليهود على المسلمين، صدقني هذا صحيح. حسب رأيي وحسب رأي كل سني يعني. صحيح. الله يجزيكم ألف خير، يعني أكثروا لنا من هذه البرامج، لأنه لتنوير كل المسلمين وكل يعني على هذه التيار لحقيقته وبشاعته. صدقوني إنه يعني يريد تحطيم كل ما هو آت من القرآن والسنة. هذا حسبتني. شكرا جزيلا لك أخ حسين. والحقيقة يا أخي حسين والله ما كان في مشكلة مع يعني الشيعة، وكثيرون منهم مئات آلاف وملايين كانوا يعيشون بين
أهل السنة، وما فيش في خلافات عقائدية وكل واحد خلاص في حاله. لكن مع الأسف مع أول مرة وأول فرصة يمسكون بها أو فيها بالسلطة في عدد من البلدان أحالوا بلاد المسلمين إلى ما ترونه من دماء ومن سفك الدم الحرام ومن استباحة الأعراض ومن الفتن التي لم تشهدها الأمة ربما من قرون. على كل حال نعود أستاذ طلعت يعني إلى معركة القصير. نعم. لأنه أنا أعتقد أن الوقت يمضي بنا. الأهم أستاذ جمال أنه ما يجري في العراق وما يجري في القصير، وهذا الدخول الشديد لحزب الله لدينا. أستاذ طلعت أنا بس لأنه صديق عزيز لا أستطيع أن الأستاذ محمد لا أستطيع أن أتأخر عنه، وأنا أتنازل له فورا. أستاذ محمد من تونس، السلام عليكم. مساء الخير سيد جمال، ومساء الخير سيد طلعت. أهلا وسهلا بك. سيد جمال، يجب أن نفهم أن التدخل الذي يقدم عليه حزب الله ليس قرار لبناني وليس قرار من حزب الله، لأن الحقيقة تقول أن القرار هو قرار إيراني بحت. من الغباء أن نقول أن حزب الله له قرار شخصي بكل القرارات التي ينتهجها. حزب الله هي قراراته إيرانية، حتى حرب تموز الأخيرة هي قرارات إيرانية. أنا أقول لكم أن كثير من شخصيات المهمة في حزب الله بدأت تطلقها التبعية المطلقة لإيران، لأن هناك شخصيات ليست قابلة لهذا التدخل في سوريا، وبدأت تريد أن تكون قرارات حزب الله من منطلق تركيبة شخصيته وأموره الداخلية. أعتقد أن التصريحات التي تأتي من المالكي أو النظام السوري أو من حزب الله كلها تبني فرضية الحرب الطائفية، وهم لا يدركون أن تركيبة أنظمتهم وسياستهم هي أنظمة ذات توجه طائفي منذ القدم. سيدي المالكي أدخل العراق في نظام سياسي طائفي بامتياز، وهو تعلم من النموذج السوري، خاصة هذا النموذج قد استمر ونجح لمدة طويلة، ولهذا استلهم الفكرة والطريقة في النظام السوري. والنظام السوري كلنا نعترف أن كل سياسته خاصة الداخلية هي سياسة طائفية مورثة وعائلية، وهو من أكثر الأنظمة الدكتاتورية الطائفية العائلية. أما حزب الله الذي يتخفف في جبهة النظام الديمقراطي من منطلق النظام السياسي في لبنان هو حزب طائفي في تنظيمه وفي خدماته وحتى في صراعه مع العدو الإسرائيلي، لأنه دائما يعلن انتصاراته لفئة معينة. وبالتالي أعتقد سيد جمال أن الصراع الآن في سوريا لا يمكنه أن يكون بعيد عن هذه التصورات، هذه الأنظمة وهذه الأحزاب، وهم الآن يستعدون أو لنقول أنهم مروا إلى تطبيق كل أفكارهم على الواقع في الميدان السوري، وهذا يتطلب التدخل السريع سيد جمال، ويتطلب إنقاذ الثورة السورية بأكملها سيد جمال. وشكرا. شكرا لك أخ محمد. الحقيقة هو بالفعل يعني واضح أن في يعني محاولات للضغوط، حتى الأمريكيين يضغطون على الثورة السورية. هم يعني اعترفوا، يعني كانت هناك تسريبات صحفية علنية أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تسمح بنصر عسكري حاسم للثورة السوريين. المسألة واضحة يعني. صحيح. فالأمريكان يلعبون يعني لحسابات خاصة يعني. فعلى كل حال أستاذ طلعت يعني هل هناك إضافة في مسألة القصير قبل أن ننتقل إلى منغ وحلب؟ أنا مهتم الحقيقة بفكرة أنه كل ما يجري على الأطراف الآن، كل ما زاد التدخل الإيراني، كل ما زاد تدخل عناصر حزب الله، المعنى الذي تستنتجه هو أن جيش بشار ينهار. هذا هو المعنى الأهم في تقديري. صحيح. 2، أنه المعارك سواء في العراق أو في سوريا تتحول من نقطة صراع داخلي إلى نقطة تحرير الوطن من احتلال. صحيح. هذا هو المهم، انه الثورة السورية الآن أصبحت بالفعل في مواجهة مع إيران، مش مواجهة مع بشار نظامه انتهى، واحنا شايفين المسلسل عمال ينزل كل شوية نرى النظام يتبخر ينتهي ونصبح في مواجهة إيران. نفس الأمر في العراق، وده المعنى والمضمون الأهم الآن في التركيز على طبيعة هذه الثورة وما تواجهه من مشكلات، أنها في مواجهة الآن مع خصم قادم من خارج الحدود وأقرب إلى حالة الاحتلال المباشر الآن والمعارك المباشرة في مواجهته. نعم. طيب إذا ننتقل إلى ميدانيا إلى المعركة الأخرى والأخطر الآن، هي التي في حلب، وأعتقد أن عنوانها الأساسي هو معركة مطار منغ. الثوار دخلوا المطار بالفعل. يعني داخل الأسوار. والمعركة تدور الآن داخل المطار. كيف تقيم هذه المعركة وخطورتها؟ أستاذ جمال، أولا دي آخر أقوى نقطة للنظام في حلب. إذا حرر مطار منغ
تستطيع أن تقول أن النظام لم يعد موجودا إلا يعني على سبيل الوجود الرمزي أو الشكلي في حلب. 2، أنه آخر قلعة عسكرية للنظام يستطيع من خلالها إيذاء مناطق أخرى في محيط حلب تسقط وتنتهي الآن. الأمر الثالث أنه أهم مكان للصعود الطيران ولا حركة الطيران الخاص بالنظام تنتهي بنهاية وبسقوط وبتحرير مطار مغرب. هذه هي أخطر نقطة عسكرية حقيقة في داخل حلب ومحيط حلب في ريف حلب ومدينة حلب. وبالتالي إذا انتهى أمر هذا المطار فأنت تتحدث عن انتهاء حقيقي وفعلي لمعركة حلب بالدرجة الأولى. طيب إذا انتقلنا سريعا إلى معركة دمشق وريف دمشق تحديدا، ويعني كان في هذا الأسبوع في جدل ومعلومات متضاربة عن العتيبة بالقرب من داريا، وقرية العتيبة اللي وضع لها وضع استراتيجي، وفي أخبار أن الثوار انسحبوا منها، وفي أخبار أن المعارك تدور فيها. فيعني كيف تقيم هذا؟ شوف، يعني العتيبة مختلفة عن داريا. داريا نقطة ارتكاز، العتيبة منطقة استراتيجية مهمة، والوصول إليها يعني فتح المسافة أقرب إلى الدخول في قلب العاصمة دمشق، ده اقتراب مباشر. النظام تقريبا يعني منذ نحو 100 وأكثر من 130 يوم وهو يقصف ويقاتل. وبالمناسبة عناصر من حزب الله الآن تشارك في المعركة في داريا، يقتل ويقصف ويحاصر منطقة داريا. لم يستطع، تقريبا قام بعملية تدمير شاملة. تتذكر ما كنا بنقول انه اخر مناطق داريا كانوا بيدمروا القرى، البيوت والمنازل، بيسووها بالتراب عشان دي فتح مساحة للقصف على اهم مطار اللي هو مطار المزة العسكري هناك. فالآن النظام تقريبا وصل الى حالة من انهيار المعنويات، الى حالة من الرعب من دخول الثوار وتقدمهم، فصار يعني زي ما بيقول لك الجندي الخائف يطلق الرصاص على عود ثقاب اذا تحرك في الهواء في اي لحظة، والى على شجرة موجودة في اي ساحل. وبالتالي النظام وصل الى هذه الحالة. المعركة في داريا متواصلة لها. لكن اللي عايز اقوله استاذ جمال انه الثوار في مناطق بيدخلوها بتصبح خلاص محررة بشكل مطلق، زي ما شفنا اللي حصل في الرقة وهنا وهناك وهناك وهناك. خلاص النظام انتهى فيها عسكريا وإداريا وسياسيا وتنفيذيا. لكن في مناطق الثوار يتحركوا يدخلوها ويخرجون منها في إطار عمليات إنهاك ومحاولة يعني الضغط على القوات العسكرية والانسحاب، زي ما بيسموها عمليات الكر والفر، أو يقال في بعض الأدبيات حرب العصابات. هذا نمط من هذا العام. وبنقول باستمرار إنه الثوار قرارهم فعل كل ما يمكن حتى لا يعني تصاب دمشق بالتدمير. يعني انت شايف امبارح بيضربوا حتى مئذنة الجامع الأموي في حلب. يعني يعني نظام مجرم، نظام مجرم لا يرى شيء أمامه، يستبيح يعني كل شيء. كل شيء. وبالتالي أنا بس بطمن كل المشاهدين إلى أنه مثل هذه المعارك في مناطق مثل ما يجري الآن هي يعني المعارك الأخيرة بالذات بيصبح النظام فيها يقصف بكل شيء، أكثر دموية وأكثر بكل شيء. لا يستخدم الصواريخ، يعني لم تعد هناك أي آلة عسكرية لم يستخدمها النظام. بالمناسبة أستاذ طلعت أنه يستخدم كل شيء ويستبيح كل شيء. الغريب اليوم الأمريكيين كانوا دائما يتحفظون على اتهام نظام بشار بأنه استخدم السلاح الكيماوي. وحتى لما خرجت تقارير إسرائيلية قالوا أنه مشاهدات تحليل الجثث، مناظر الجثث القاتلة والرغاوة اللي كانت تخرج من الفم، هذا يعني أن في سلاح كيماوي استخدم. اليوم الأمريكيون اعترفوا صراحة أن وزير الخارجية الأمريكي قال النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي ضد شعبه مرتين على الأقل، والكلام ده قاله نائب وزير الدفاع الأمريكي.
يعني كيف تقدر هذا التحول؟ يعني كان ينكر قبل ذلك أو يتحفظ، الآن بيعترف أنه بشار واخد خطوات الآن اللي هي خطوات حرق كل شيء وعدم إعطاء أي اعتبار لأي شيء. فكرة النهاردة مثلا هو بيتكلم عن الأخضر الإبراهيمي، إن الموقف العربي الذي اتخذ يجعله يتعامل مع الأخضر الإبراهيمي باعتباره مبعوث أممي. المنضال بتاع القومية العربية وبتاع الممانعة وإلى آخره الآن يقبل بمبعوث أممي يعني موجود في نيويورك، ولا يقبل به مبعوثا عربيا. نفس المسألة إنه رفض دخول مجموعات التفتيش ولجان التفتيش ولجان التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية. صحيح. رفض واشترط انها ما تروحش فين وما تمشيش فين، والامر معلق. الامريكان الان بيقولوا له طيب يعني انت مش راضي تدخل، طيب احنا هنقول لك اللي عندنا وهنقول للعالم اللي عندنا، وهو انك واقعة استخدام السلاح الكيماوي واقعة ثابتة. نعم. المشكلة كانت انه النظام فعلها واتهم غيره بها، وكانت الحقائق كلها، ويمكن احنا اتناقشنا في هذا البرنامج انه يعني ده الصور احنا عمالين نقول ادوهم شويه سلاح وشويه قنابل وشويه صواريخ، هتقولوا لي بقى بيستخدموا اسلحه كيماويه. وبالتالي انا اعتقد انه ده جزء من اظهار الحقائق اللي النظام خايف يظهر. لكن اللي عايز اقوله يا استاذ جمال في ختام هذه الحلقه انه الثوره السوريه تعيش في مراحل تتطلب من الجميع توفير السلاح. يكفي تردد من بعض من يملك هذه القدرة على توصيل السلاح. الثوار بحاجة إلى سلاح ليحسموا هذه المعركة ولينهوا كل الألاعيب الإيرانية التي تجري لمحاولة إدخال كل الدول في حالة الفتنة والاقتتال الأهلي الداخلي. نعم. وعلى كل حال لعل هذه الرسالة تصل، وأيضا لعل ما يحدث الآن في العراق وتفجير الأوضاع يعني ينذر بأنه يعني إطالة الأمد أكثر من كده هيضر بأطراف كثيرة. صحيح. ربما التكلفة الآن أقل. صحيح. لو وصل السلاح إلى الثوار في سوريا. الحقيقة كنا عايزين نتكلم عن الأخضر الإبراهيمي لأنه على ذكر اللي هو ده تاني حلقة. نعم، لأنه هو حظه، لأنه الأخضر الإبراهيمي بشار قال أن احنا لن نعترف بمبعوث عربي وإنما بمبعوث أممي. خرج بشار بعدها، خرج الإبراهيمي بعدها قال أن أنا أريد أن أعتبر نفسي مبعوثا أمميا وليس مبعوثا عربيا. وهو يعني يطعن في الثورة. يعني تناغم غريب جدا جدا ومفاجئ. على كل حال في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى الأستاذ طلعت رميح على هذا الحوار الخصب، وشكرا لكم مشاهدي الكرام على وعد بلقاء جديد، ودائما نحن معكم. إلى اللقاء.